بدون مقدمات طويلة، أنا بحب الأفكار اللي زي كده. بحب وجبة الغداء اللي تجيني كده تديني إحساس إن أنا عاملة وجبة فخمة شبه أكل المطاعم، وهي من أسهل ما يكون. تعالوا أوريكم الطريقة. أول حاجة تتبيلة الفراخ: لبن رايب، وده عصير طماطم، هضيف عليه عصير ليمون وزيت زيتون، توم مهروس، ملح، فلفل، شوية بابريكا، وهنقلبهم مع بعض ونخليها ترتاح حوالي ساعة. حضر الرز، سخنت الزيت، ضفت عليه بصل مفروم. أول ما البصل يدبل شوية ضفت عليه مكعب مرق وشوية كركم، 7 بهارات، وهقلبهم كده كويس. وضفت عليه رز مصري مغسول ومتصفي، هقلبه كويس عشان ياخد كل النكهات. ضفت عليه المية المغلية واخليه لحد ما يستوي على نار خفيفة. ودلوقتي هحط الفراخ في الصينية معاها فلفل حار، وهدخلها الفرن على حرارة 200، هتاخد نص ساعة. زودت عليها كمان طماطم مشوية. وللتقديم هستخدم البصل مع السماق والبقدونس. شوف الرز طالع مفلفل ومعاه البصل، وهقدمهم مع بعض بالشكل ده. أكلة رهيبة، لازم تجربوها، يعني أسرع وألذ غدا.